اتفضل يا باشمهندس سامي. السلام عليكم هندسة. عليكم السلام. بالنسبة للتهبيط اللي هو بتاع البلاطة بس جاي مع الحدود بتاع البلاطة الرئيسية بتاعي. امم وأنا حاولت أعمله كتير، بس كان بيديني ايرور، يعني إن ده داخل مع ده. تمام. بس يعني سبت فراغ بسيط ما بينهم بحيث إن أنا يعني أتماشى مع الموضوع. طيب ما تقدر تورينا المشكله؟ تمام. بسم الله. أفتح شير ولا شير سكرين؟ اه افتح شير سكرين. خلاص في ده لسه. حلو، امسك البلاطه، اديت باوندري. بص بقى، انت كان المفروض حدود البلاطه الخارجيه دي تمشي كده يا هندسه. حدود البلاطه كده؟ الخارجيه تمشي كده. نشوف كده. يعني بص، شايف الخط اللي انت راسمه ده، اللي هو اللي هنا ده، اللي هو الخط ده، صح؟ وهات السبليت وافصل في النص هنا. ماشي ماشي. اعمل بقى ترم، اعمل ترم وقفل الخطوط دي، ده مع ده، ايوه، وده مع ده، واعمل فينش. وبعدين دونت اتاتش. وبعدين بقى البلاطه، البلاطه بقى اللي انت راسمها دي، اللي انت عامل سايب سنه صغيره كده، اعمل زوم مم. زوم زوم نفس على نفس المكان، لا على المكان التاني. ايوه، امسك بقى البلاطه الاساسيه دي، ايوه دي اللي هي المتهبطه، سيبك من الكات. اديت باوندري وعدل بقى المكان ده. ده أرفعه لفوق يعني؟ اه تمام. بس كده خلاص. فكانت المفروض حدود البلاطه الاساسيه عندك هي تخش تاخد التفريغ ده. ودايما لما يبقى عندك تهبيط على الحدود الخارجيه، فالبلاطه الخارجيه اصلا هي اللي تخش تمشي وتفرغ المكان ده، وبعد كده تعمل بلاطه التهبيط بتاعتك في المكان. تمام. تمام.